اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. اول حاجه عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب، وان شاء الله تكونوا بصحه واحسن حال، ويبلغنا من رمضان واحنا بعافيتنا وصحتنا ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شفتوا من عنوان الفيديو هقول لكم عن اهم الكتب اللي انتوا لازم تشتروها اول ما تروحوا معرض الكتاب. طبعا اللي مش عارف، معرض الكتاب ان شاء الله هيكون شهر واحد اللي هو الشهر ده، هيكون اخر الشهر من 25 او 23 لحد غالبا 9/2، يعني فتره الاجازه اللي هو هناخدها، اللي هو ايه، اجازه المنتصف الدراسي، اللي هو ايه، اللي هو الاسبوعين دول، هو ده هيكون فتره معرض الكتاب. طبعا عايز اقول لكم ان في كتب، بصوا اول ما تروح معرض الكتاب لازم تشتري، وفي كتب اياكم هتندموا لو اشتريتوها، وده هقولها لكم في اخر الفيديو. كمان في اخر الفيديو هقول لكم عن تيبس كده، او في حاجات كده تشتروها من معرض الكتاب دي اياكم تفوتكم بقى. فيلا بينا نبدا الفيديو. طبعا اول سيكشن هنتكلم عليه وهو سيكشن كده نفسي تشجيعي هكذا يعني. اول كتاب، بصوا يا جماعه، الكتاب ده في منتهى الروعه بجد، انا مش ببالغ، يعني انا وقت قريناه، مش مجرد كتاب، لا بجد هو فعلا استراحه نفسيه للكاتب كريم اسماعيل. بص بيناقش كل حاجه، طبعا برضه هسيب لكم الصوره هنا، بيناقش كل حاجه بجد في الحياه دي، ازاي فعلا انت تستريح نفسك، ازاي ان انت عموما تتعامل مع مشاكلك وحياه. فبجد هو تحس ان هو كبير شويه، بس يستاهل بجد، يستاهل جدا. وكمان مش مجرد ان انت تقراه وتسيبه، لا هتيجي عليك فتره كده عايز تقراه كمان مره، وفي حاجات كتيره هتحس ان هو ايه، هتلامس قلبك وهتلامس شعورك. حاسس ان الكتاب ده بجد اديله 10 من 10 بجد، لان هو من الكتاب الحلو جدا. تاني كتاب ان هو مدي شبهه شويه، بس يعني ايه، فيرست ستيب، يعني اللي مش هيقدر يقرا الكتاب ده كله ممكن يقرا كتاب جلسات نفسيه لدكتور محمد ابراهيم، صح؟ دكتور محمد ابراهيم. طبعا كريم اسماعيل ودكتور محمد ابراهيم هتلاقيهم على الانستجرام كتير. فجلسات نفسيه حاسس انه حلو، بيناقش حاجات حلوه، بس حاسس انه ده اللي مش هيقدر يقرا الكتاب ده كله بصراحه. هو ده حاجه وده حاجه، بس الاثنين بيندرجوا تحت موضوع واحد. جلسات نفسيه من الكتب الحلوه برضو، بس اللي هو ليه، اللي هو ستيب كده او بدايه، هو بصراحه حلو، هرشحه برضو للناس اللي هي عايز تقرا جلسات نفسيه، اديله 8 من 10. ثالث كتاب، وان الكتاب ده يا جماعه من الكتب الرائعه، بس ما جبتوش من معرض الكتاب، جبته من بره، بس لو لقيته في معرض الكتاب جيبوه، اللي هو العادات الذريه او اتوميك هابتس. خطير بجد يا جماعه، هيعرفكم ان انتوا ازاي تعملوا عاده، ازاي الروتين ده مش حاجه وحشه، ازاي ان احنا نخلي حياتنا كده ماشيه على روتين وماشيه على حاجات كويسه، او استبات كده، او ان احنا نخلق روتين لينا، ودي حاجه حلوه جدا، او هتنظم لك يومك، وايه الحاجات اللي ممكن بتأذينا سلبا وهكذا. فده بصراحه من الكتب الحلوه جدا، لسه ما خلصتهوش بس قلت له لازم ارشحه ليكم عشان هو خطير جدا. آخر كتاب وهو كتاب مذكرات الثانية عشر ليلا لأحمد مهني. كتاب حلو لذيذ خفيف جدا، يعني ما فيهوش أي حاجة، برضه بيناقش حاجات كده معاك عن الحياة، بيحكي لك أصلا عن تجاربه الشخصية، في حاجات كده تحس إن أنت فعلا، بص يعني سبحان الله، ربنا كده بيعمل الحاجات عشان خاطر يديك الحاجة الأحسن، مش الإيه، مش اللي أنت كنت مخطط ليها والحاجات من دي. فكتاب احمد مهني او مذكرات الثانية عشر ليلا هو كتاب حلو خفيف برضه، اديله برضه 8 من 10. وطبعا يا جماعه قبل ما اختم البارت، ما انا قلت ان هو اخر كتاب، لا ده اخر كتاب معانا ان شاء الله. اختي تدخلت سريعا وقالت لي ما تنساش تقول كتاب او كتب محمد طه، اي كتاب لمحمد طه بترشحه نسبة 10 من 10 أو 100% عموما، وبتدي كتاب أو الكتابين اللي هي قريتهم أو الأجزاء كمان بتاعتهم، اللي هو الخروج عن النص ليه جزئين، وعلاقات خطرة تديله ريت 10 من 10. هو عموما في الكتب بتاعته هما الاثنين أو الجزئين بتاع علاقات خطرة هما بيتكلموا عن محور واحد، إن هو عن العلاقات، أو اللي أنت عايز علاقتك تعرف العلاقات السامة في حياتك، ومين تشوف مين التوكسيك عموما، ده هو بيعرفك الحاجات دي، وكمان بيعرفك هو أنت ماشي في الحياة ده انت دور الضحية ولا دور الجاني، فبيفهمكم مفهوم اخر تاني عن الحياة. وفعلا من الكتب المميزة، انا ما قريتهوش بصراحة، بس هي بتشكر فيه جدا جدا جدا، لان اختي قارئة فظيعة بصراحة. ده كان اول بارت معايا. تعال بقى ندخل على البارت التاني، ايه هيكون نوع ايه الكتب، والبارت ده هو بارت ديني، فهقول لكم عن ايه الكتب الدينية اللي احنا قرأنا فيها برضو عشان تبقوا عارفين كل حاجة. اوكي، اول طبعا كتاب وهو كتاب معجزات الذكر، اشوف بس اسم الكاتب، احمد حسني، معجزات الذكر.
بص الكتاب ده يعني بيقول لكم عن كل معجزه في الذكر، كل ذكر ليه معجزه. وحتى هو في ناس اصلا واخد منهم اللي حصل معاهم او المعجزات اللي حصلت معاهم من كتر ما بيرددوا هذا الذكر يعني، وبيقولوا في الكتاب. يعني مثلا بيتكلم عن ذكر مثلا الصلاه على النبي على الابراهيميه، مثلا بيتكلم عن ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. حتى اصلا لو دخلتوا على الفيسبوك بتاعه هتلاقوا ان هو بيجيب قصص لناس بالظبط ان هو فعلا معجزه الذكر معاهم حصلت ايه، وقصص فعلا تخليك تقول يعني سبحان الله، بتبقى مزبهل او منبهر جدا من اللي حصل في كل حاجه. معجزات الذكر من الكتب الحلوه جدا، اديله 9.5 من 10. تاني كتاب هو كتاب كوني صحابيه، وده اكتر للفتيات يعني. هي اختي قرأته وقالت ان هو كتاب حلو جدا كويس، بس ولكن هو بيخاطب الفتيات اللي مثلا البنات اللي في سن من 10 ل 15 سنه، يعني الفتيات اللي هم لسه في بدايه مرحله او سن المراهقه. حتى هي كاتبه ورا ان هي بتتكلم عن الفتيات او بتخاطب الفتيات اللي في سن المراهقه، بتتكلم عن الصحابه او كوني صحابيه عن صحابات اللي هو ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ستنا خديجه، ستنا عائشه. ده كله بتتكلموا ان انتوا ازاي تاخدوا اول خطوات في حياه، وازاي تبقى حياتكم جميله وزي حياه الصحابات يعني زي زمان. فهي كتاب حلو ولكن بيخاطب اي فتيات في سن المراهقه. ده هي قالت تديله 9 من 10. تالت كتاب وهو كتاب لأنك الله. مش فاكر بصراحه اسم الكاتب، هكتب لكم اسم الكاتب برضو. وهو لأنك الله هو فعلا كتاب خطير. هو كان ليه جزء أول أصلا كان بيتكلم عن أسماء الله الحسنى، وكان بيتكلم عن كل اسم، كان بيتكلم باستفاضة جامدة جدا عن الاسم ده. وكان من يعني حاجات بص تخليك كده قاعد، أسماء الله الحسنى 99 اسم، تخليك قاعد إن أنت بتكتشف كل اسم. وحتى في أسماء كده بنحس إن هو من اسمها كده إن هي كده، ولكن لا، بيطلع اسمها مختلف جدا وبيبقى اسم عميق جدا. فبرضه من الكتب الحلوه جدا، اديها برضه 10 من 10. السكشن الثالث بقى وهو سكشن روايات يعني بيتكلم كحدث وقارئ، يعني فاهم، يعني حاجه بتحصل وانت ايه بتقعد تقراها كده. اول روايه عندنا وهو روايه اغتصاب ولكن تحت سقف واحد، طبعا لدعاء عبد الرحمن. طبعا هو اسمها كده تحس ان هو ايه يعني غريب جدا، بس روايه تحفه يا جماعه. بصوا يا جماعه عشان نبقى متفقين، بس اي حاجه لدعاء عبد الرحمن تحفه خطيره بجد، من الروايات الحلوه جدا. هي كبيره شويه بس يعني احداثها بتجذبك جدا من اول حاجه وهي بتجذبك، وحتى ما بتخليكش تمل وانت بتقرا، لا يعني حاجات تحفه بصراحه. من الروايه دي من الروايات الحلوه جدا اللي انا قراتها انا واختي برضو واعجبنا بيها جدا، فنديها 10 من 10. تاني روايه وهي روايه بقاء لنورهان ابو بكر. واللي ما يعرفهاش برضه ان هي نورهان ابو بكر كانت على الانستجرام برضه، فروايتها كانت اول روايه غالبا ليها. فروايه خفيفه لذيذه برضه تدي حدث كده وتخليك ان انت منجذب. فحلوه جدا برضه ننصحها. انا واختي قراناها، بصوا كل الكتب دي معظم انا واختي قراناها يعني، فهنديها 8.5 من 10. ثالث كتاب وهو كتاب بصوا يا جماعه مش عليه ضجه، هو نص الناس مقسومه نص ونص. ليه بقى؟ هقول لكم. هو كتاب اللي هو اسمه ياسمين العوده، وده الجزء الثاني بتاع غربه الياسمين. هحط لكم غربه الياسمين هنا. غربه الياسمين وياسمين العوده هو الدكتوره خوله حمدي. هي مشكله الدكتوره خوله حمدي ان هي بتتكلم بلغه العربيه الفصحى شويه، يعني معظم الكلام بتاعها لغه عربي فصحى. فده كان بيقسم الناس نصين. في ناس تقول لك لا خوله حمدي مش من الناس اللي نفهم الكتب بتاعتها قوي، في ناس بتقول لك لا تحفه. انا من الناس اللي بقول لك تحفه بصراحه. مش هنكر كان في كتاب جبناه ولكن ما عجبني، يعني انا شخصيا ما عجبنيش من كتر ما هو صعب في القراءه، بس اختي قراته يعني قالت ان هو حلو، بس انا كان بالنسبه لي ان هو كان صعب في القراءه جدا يعني. فبالنسبه ان غربه الياسمين و ياسمين العوده من الكتب الحلوه جدا يا جماعه، انصحها وبشده برضه. ده اديله 10 من 10. الجزئين تحفه. بص يعني انت تخليك الجزء الاول قوي كنا متشوقين للجزء ده، فبصراحه من الكتب الحلوه جدا فنعطيه 10 من 10. السكشن اللي قبل الاخير بقى وهو سكشن متنوع كده شويه، اقول لكم على كتابين يعني ولا حلوين ولا وحشين، بس هقول لكم بقى. اول كتاب وهو كتاب 100 دوره حياه اليونيكورن، تحدي 100 يوم سعاده
للكاتبه نوره جمال. انا قرات نصه بصراحه، واختي قراته كامل. بصوا يا جماعه، كتاب خفيف جدا لذيذ، هو مش روايه، هو كتاب بيتكلم ان هو فعلا تتحدى 100 يوم سعاده، بتخليك ان انت تقعد 100 يوم سعيد. فبتقول لك كل يوم مثلا تعمل ايه، كل يوم ازاي تشعر بسعاده. غالبا ان هي برضو كانت بتديك تحديات ان انت تعملها خلال اليوم. طب بقى وتشارك معاكم خلال اليوم، فهتلاقي في ناس كتيره جدا برضو اهو ورا كده، هتلاقوا فيه اسماء ناس كتيره شاركوا في التحدي وفعلا حسوا بسعاده يعني. فكتاب حلو خفيف يعني لذيذ برضو. يعني مش عارف اقول لكم تشتروه ولا لا، بس يعني ايه، لو مش عارفين تشتروا ايه وحاسين ان هو ممكن يفرق معاكم وان هو فعلا تحدي 100 يوم سعاده، يعني ننصح. فانا ده اديه بصراحه 7.5 من 10. الكتاب اللي بعده وهو كتاب الهيلثي ل نورهان انديل. طبعا اللي ما يعرفش دكتور نورهان انديل دي على الانستجرام وصفات تحفه بصراحه. فالدكتور نورهان انديل هو بعيد ان هو كتاب هيلثي بيتكلم عن ان انت ازاي تبقى بصحه جيده وهيلثي، هو عموما بيعرفك انت ازاي اصلا، يعني هي بتتكلم عن ازاي تعرف جسمك عموما، جسمك عايز ايه، ايه مثلا، ازاي ان انت مش قادر مثلا تعمل رجيم او مش قادر تاكل اكل صحي، ايه السبب. فبتبدا ان هي تشرح لك عموما الحاجات كلها، مش تقول لك مثلا كل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا هي بتشرح لك عموما قبل ما ده كله، تشرح ان انت ايه ليه جسمك بيعمل كده، ايه ردة فعله، ليه بيحصل كده، طب الحاجه دي الوصفه دي بتعمل ايه، الوصفه دي مثلا بتزيد الحرق، طب بتزيد الحرق مثلا سبب كذا. فبتبدا ان هي تشرح عموما. هو كتاب لذيذ جدا وخفيف برضو، اديله 8.5 من 10. واخر سيكشن من السكاشن اللي هتندم لو اشتريت الكتب دي، بجد من الكتب اللي مستحيل حتى لو كده ببلاش ما تشتريهاش، بجد نصيحه من اخوك ليكي او ليك. اول كتاب وهو كتاب فاميليا. بصوا يا جماعه، كتاب فاميليا هو برضو يعني ولا وحش ولا حلو، هو كتاب كده بيتكلم عن، الراجل قرر ان هو يعمل الحاجه دلوقتي، بيتكلم عن فضفضه عائليه، يعني حاجات اللي انت مش هتقدر تقولها لباباك ومامتك هي بتقولها في الروايه. بس يعني ككتاب ان هو عادي يعني، ما ضافش حاجه عندي بصراحه. يعني معظم الكتب اللي قلت لكم دي عليها كلها ضافت حاجات كتير، حتى لو كانت روايه عابره وبتقرا كده اكيد هتستفاد منها. لكن دي حاسس بصراحه، وبرده فاميليا نورهان ابو بكر، حاسس ان بصراحه لا يعني، حاسس بقاء كانت اقوى بكتير. ففاميليا نديها 6 من 10. تمام. تاني كتاب وهو ده كتاب مترجم، هو اسمه اليتيم والذبابه، اللي هو اسمه ايه؟ of Foster Homes and Flies. تمام. طبعا كتاب يشل بجد يعني، كتاب حاسس ان هو ملهوش لازمه بصراحه. يعني كتاب هو بيحكي عن ولد، الولد ده كان عايز يشترك في حفله او حاجه في المدينه عموما، وكانت مامته غريبه الاطوار. طبعا في الاخر يعني هحرقها لكم ان مامته ماتت، وهو راح حطها في كيس زباله، عفنها في كيس زباله، وجه الشرطه سال مامته فين، او إيه، الناس قالوا في ريحه مش حلوه في البيت، ودخل الشرطه وما اعرفش عملوا فيه ايه. المهم مش فاكر طبعا من كتر ما الاحداث ممله. بصوا يعني يا جماعه مش هتتبسطوا، فاهمين يعني، حاسس انهم عادي يعني. مثلا حرقت لكم القصه كام ثانيه، كام صفحه، 150 صفحه، ما تستاهلش بصراحه الفلوس اللي احنا دفعناها فيها. الكتاب اللي قبل الاخير وهو كتاب Reawaking the Dream لحاتم علي. اتفاجئت اصلا هو شخص مصري وكاتب بالانجلش يعني. بصوا يعني هو الكلام، حاسس ان هو ما برضو، ما حاسس ان هو كان حرب وحاجات من دي، حاسس ان انا ماليش في الروايات دي. وكمان حاسس ان هو ما كان يعملوا عربي، ليه عملوا انجلش يعني، فاهمني. وحاسس ان الكتاب مش مستاهل برضو ده الثمن اللي انا دفعته فيه، فانا ما كملتوش بصراحه. قريت اول حاجه منه بس ما كملتوش، ما عجبنيش. ف5 من 10 بجد. والكتاب اللي قبل الاخير هو من الكتب او الكتاب يعني عموما اللي، بص يا جماعه وحش قوي بجد يعني، خساره اللي انا دفعت فيه الفلوس. هو كتاب اخاف عليك برد الشتاء، يعني مش عارف اقول اسم الكاتبه ولا ما اقولهوش، يعني هو امير عبد الرازق. تمام. هو المفروض ان يعني ايه ما اقولش ان هو وحش عشان لو حد اتفرج على الفيديو ده من الكتاب، بس انا هقول لكم كله صراحه عشان خاطر مش هكدب عليكم بصراحه. هو كتاب مش حلو خالص. كتاب بصوا من بدايته بجد لاخره رومانسي بس. يعني حتى لما مثلا كانت هي واحده بتكلم جوزها كله رومانسيه. بص الرومانسيه تجزع، عارفين، تقف هنا كده، مش قادرين. وحش جدا بجد، من الكتب الوحشه وحشه حقيقه يعني. فما انصحكوش وبشده يعني، هو لو ببلاش ما تشتروش، نصيحه مني ليكم يعني بصراحه بجد. فوحش جدا. فاديله ريت
3 من 10. هو يعني لو في يعني نفسي اديله اقل من كده، بس عشان ايه؟ الثمن اللي انا دفعته فيه، فهو 3 من 10. تمام. دي كده الكتب اللي انا قراتها وقلتها لكم كلها. طبعا في كتب تانية على فكره قراتها، فقولوا لي لو في الكومنتس لو انتوا عايزين بارت تاني من الجزء ده. وطبعا قلت لكم ان انا هقول لكم تيبس كده وتريكس كده لما تروحوا معرض الكتاب. هو اول حاجه ان انتوا تروحوا معرض الكتاب يا جماعه، اول حاجه تروحوا بدري جدا، حاجه ريلاكسد جدا، حاجه كومفورت جدا، عشان هتقعدوا تلفوا كتير، سواء كان كوتشي سواء كان البناطيل او بتاع. البسوا حاجات ان هو تقدروا تمشوا فيها، يعني تقدروا تمشوا فيها على طول وسريعا. وحتى الكوتشيات برضو تبقى حاجه مريحه، ما تروحوش بحاجه لا توجع رجليكم، عشان انتوا بصراحه انتوا بتقولوا انا مش هجيب حاجه كتير، بس اول ما تدخلوا هتشتروا حاجات كتير جدا. حاجه بقى وهو انكم خلي بالكم ان في كتاب كتير من اللي انا قلت لكم عليهم دول ممكن ينزلوا معرض الكتاب في اي وقت، فانتوا تابعوا على الانستجرام بتاعهم او على الفيسبوك او اي حاجه، واعرفوا هم نازلين يوم كام لو انتوا حابين تشوفوهم تصوروا معاهم، او ان هم يمضوا لكم على الكتب، لان احنا شفنا ناس كتير صورنا معاهم ومضينا على الكتب كمان، وبجد بيبقوا هم كمان مبسوطين ان احنا بنروح لهم وان احنا بنقول لهم راينا على الكتب كمان. ثالث حاجه بقى يا جماعه، عشان في ناس كتير انا فاكره معرض الكتاب هو للكتب بس، لا، معرض الكتاب هتلاقوا فيه حاجات كتير، وبالذات للاطفال. لو انت ام او اب رايح لطفلك، بص ما تاخدوش معاك ده اولا، يعني هتلاقي فيه يعني سيكشن لوحده العاب اطفال وكتب اطفال وتلوين والوان، وهتلاقي حاجات كتير جدا للاطفال، وبجد بجد يعني ممكن تستمتعوا برضو. وهتلاقي برضو الناس اللي هي عايزه حاجات دينيه اللي هو الكتب الديني والسيره النبويه، هتلاقوا برضو سيكشن برضو في حاجات خطيره، بس محتاجه يا جماعه ايه، فلوس كتير شويه. ورابع حاجه وعايز اقول لكم ان يا جماعه روحوا بجد، انا مستني ان انا اروح عشان ان انا اجيب نوتات، والنوتات بصراحه خطيره جدا ورخيصه، وهتلاقوا اشكال جدا بجد، يعني انا يعني ببقى بحبها جدا وبلاقي نوتات تحفه بجد. تمام. خامس حاجه ودي النصيحه يا جماعه المهمه جدا جدا جدا، ان انتوا لازم تبقوا عارفين ان انتوا ايش الكتب اللي انتوا هتشتروها ايه في اي دار، عشان خاطر ان هو في دار كتير جدا. انا برضو حاولت ان انا احط لكم كل الكتب اللي عملتها لكم كانوا في دار ايه. دار النشر لازم تبقوا عارفينها، يعني لازم يبقى معاكم نوته الفلوس اللي معاكم قد ايه، الكتب برضو اللي انتوا هتشتروها بالدار النشر بتاعها، عشان خاطر ان انتوا لو ما رحتوش ومش عارفين ايه الكتب اللي انتوا هتشتروها او اي دار، هتفضلوا متسوحين وهتفضلوا اليوم كله عمالين تلفوا، ومش هتلحقوا ان انتوا تنتهزوا اي فرصه ان انتوا تمشوا اكتر وتتفرجوا اكتر في معرض الكتاب. فلازم تبقوا عارفين هو في دار ايه، وعارفين الكتب اللي انتوا هتشتروها، وكمان تبقى الفلوس اللي انتوا حاسبينها، عشان لو رحتوا مش حاسبين الفلوس تطلعوا دافعين قد كده. وده اللي احنا عملناه وكانت ندمنا عليها بعد كده. وبس، وده كان اخر الفيديو. لو عجبكم قولوا لي في الكومنت، ولو بارت تانية برضه قولوا لي في الكومنتس، وان شاء الله لو رحت معرض الكتاب هعمل لكم فلوج هناك وهنزله لكم، فستي توند، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بنسبه كبيره، وان شاء الله تكونوا بصحه وخير، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.